السلام عليكم، يعود أخوكم فاروق فيديو جديد وفيديو اسطوري. كما نعلم كلنا يا شباب، في نهاية مسلسل مهرة الصغيرة المسلسل لم يجب على عدة أسئلة، منها أنه بقيت عدة نظريات وحقائق رسمية لم يتوقعها أي معجب، وسنجيب عنها في هذا الفيديو. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيليستيا ولونا خالدتين؟ كما نعلم كلنا أنهما عاشتا تقريبا منذ 1000 عام، ونعلم جميعا أن سيليستيا قامت بنفي أختها لمدة 1000 عام، فهذا يعني أنهما عاشتا أكثر من 1000 سنة، لم يظهرا كعجوزتين في النهاية، وأيضا تقاعدتا فقط بعد نهاية الأحداث. النظرية: ربما الأليكور لا يشيخون إلا ببطء شديد، أو أنهم قد يكونون شبه خالدين، وهذه طبعا تبقى في إطار التوقعات فقط. وعدة معجبين بعد نهاية مسلسل مهرة الصغيرة تويلايت كانت تشبه سيليستيا، وهذا ما أثار الجدل. بعد عدة سنوات أصبحت أطول وأكثر هيبة. النظرية: ربما كل أليكورن حاكمة يتغير شكلها مع مرور الزمن عندما تتحمل مسؤوليات الحكم إكويستريا، وهذا ما رأيناه في حال تويلايت، إذ أنها تغيرت على مر المواسم. لا يغير من حقيقة أن تويلايت هي من صنعت نفسها بفضل أصدقائه. ونصل لأكبر سؤال: لماذا كبرت صديقات تويلايت؟ الأمر بكل بساطة أنهن مهرات عاديات ولسن أليكورن، ولهذا تراهن يكبرن ويتغيرن عكس تويلايت التي هي أصلا في الأساس أليكورن، وليست مهرة أرضية أو مهرة مجنحة مثل أبل جاك أو ريمبو داش. حسنا، ستعيش تويلايت أطول منهن، وقد تشهد رحيل صديقاتها في المستقبل للأسف، لأنها كما قلنا أليكورن وأيضا حاكمة إكويستريا. ونصل لإحدى أهم المشاكل والنظريات: هل دمرت قوة الصداقة بعد تدمير شجرة الصداقة على يد الملك سومبرا؟ لكن قوة الصداقة نفسها لم تختفي حتى بعد أن دمر سومبرا شجرة الصداقة. الشجرة كانت مجرد وعاء لهذه القوة، أما المصدر الحقيقي فهو قلوب الأصدقاء، وهذا ما رأيناه عندما هزمت الصديقات الملكة سومبرا، وكان يمكن للملك سومبرا أن يسيطر على سيليستيا، ولكن شجرة الصداقة في الأخير حتى لو دمرت تبقى صداقتهم هي الأهم. ونصل لإحدى أكبر الأسئلة في عالم مهرة الصغيرة: كيف تهزم قوة الصداقة؟ وهل نجح شخص في السابق في هزيمتهم؟ في الحقيقة نعم، هناك شخص يدعى ديسكورد نجح مؤقتا عندما فرق بين الأصدقاء ونشر بينهم الفتنة. هذا ديسكورد مخلوق غريب ويمتلك سحر الفوضى، إذ أنه سبب عدة مشاكل وغير كثيرا في عالم كويستريا، وبالتحديد في بونيفيل. أقوى سلاح ضد تويلايت ليس القوة، بل زرع الشك والخيانة، وهذا كان إحدى أهم الأسباب لهزيمة سحر الصداقة. ولكي تهزم تويلايت، ونصل لإحدى أهم النظريات التي يمكن مثلا لو حدثت: ماذا لو ظهر شرير جديد؟ تخيل بعد سنوات ظهر يونيكورن مجهول يشبه سومبرا، لكن ليس سومبرا، يمتلك سحرا جديدا اسمه سحر العدم. ليس هدفه السيطرة، بل محو السحر نفسه من العالم. حتى ديسكورد لا يفهم هذه القوة، فهذا يعني أن هذا الوحش الجديد يمكن أن يكون بعدة أشكال. كما قلنا، يمكن أن يكون قريبا من شكل سومبرا، أو يتجسد على هيئة أي شخص، يعني يمكن أن يكون شكله شريرا أو طيبا أو على حسب يعني. وطبعا هذه تبقى مجرد نظرية. وهل يستطيع ديسكورد هزيمة هذا الشرير؟ يعتبر ديسكورد من إحدى أقوى الشخصيات في عالم ماي ليتل بوني، ولكن إذا كان سحر العدم يستطيع إبطال السحر، فقد يصبح أول خصم يشكل تهديدا حقيقيا لديسكورد، إذ أن سحر العدم يمكن أن يمحي ديسكورد من الوجود، رغم أن ديسكورد يستعمل سحر الفوضى. برأيكم، لو عاد عالم إكويستريا بعد سنوات، فما هو أكبر تهديد يمكن أن تواجهه تويلايت بصفتها حاكمة ومع صديقاتها؟ وهل تعتقدون أن هناك قوة تتفوق على سحر الصداقة؟ ويبقى هذا فقط رأيي الشخصي يا شباب، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.